يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. يعني تكريم الشيخ أو الملا حسن كنين تكريم يعتبر ضعيف بالنسبة لي الحقيقة. يعني هذا طود عظيم، وللأسف الشديد ليش اقتصر على مجموعة؟ الملا هذا مو على مجموعة واحدة، ليس محسوبا على مجموعة واحدة، إنما محسوبا على أهل البيت. يحزنني أنا شفت التكريم الحقيقة، هذا مش هذا حق طود عظيم. هل هناك شخص يعني يقوم بمقام هذا الرجل حاليا؟ جيبوا لي. أنا معلش، أنا شخصيا وأنا أتكفل مع الأخ الشيخ راضي، إذا في شخص آخر يثري المنبر الحسيني بهذه الثروات والأصوات جيبوا، أنا أكرم على حسابي، ما بمكو شيء. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم كان الفوز عندي جحيمها. فكيف يخاف النار من بات موقنا بأن أمير المؤمنين أسيمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول عندنا في علم الأصول قاعدة تقول: الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. نحن ينبغي علينا أن نستفيد من خطبائنا سواء كانوا في الأحساء أو في القطيف أو حتى في المريخ. وكما أكدنا أن هذه الحلقات لن تقتصر على جماعة معينة أو على مرجعية معينة، لكن للأسف الشديد دعونا بعض المجموعات، قلنا لهم نحن قد لا نعرف بعض الخطباء القدامى في القرى وفي بعض المناطق، زودونا بأرقامهم وزودونا بكيفية التواصل معهم، فلقينا ترحيبا ولم نلقى فعلا، فقط ترحيب ولكن فعل إلى الآن لم نرى، ونسأل الله أننا نرى ذلك، حيث أننا إن شاء الله إذا مد الله في عمرنا وفي جهدنا سنحاول إن شاء الله تكريم جميع الخطباء، خصوصا منهم من الرعيل الأول. التوصية الأولى بدأها الأستاذ الملا حسن الكنين: قدموا الخطباء المبتدئين وشجعوهم. التوصية الثالثة لوكلاء حسينياتنا: من الجيد جدا أن نهتم بالخطيب الناعي. الخطيب الناعي مهم حيث يبكي الحضور، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب الموضوع. من ضمن توصياتك للوكلاء والخطباء تقول عليكم بالوحدة. صحيح احنا ننادي بالوحدة وهذه توصية جميلة وعظيمة، لكن أحيانا يصير هناك شيء يعني غصبا على المجتمع وعلى الخطباء وعلى الوكلاء وعلى يعني مثلا على حسب المرجعيات. مثلا عندنا التاريخ والهلال. في مثل هذه الأمور يجب أن يعذر بعضنا فيها بعضا، يجب. حتى في نفس البيت الواحد الآن أصبحت بعض البيوت فيها من المقلدين، هذا يقلد السيد السيستاني، هذا يقلد الميرزا، هذا يقلد الشيرازي، هذا يقلد الخامنئي، وقد حتى الأب والأم هذا يقلد مرجع وهذا يقلد مرجع. لو ثبت حكم شرعي، ثبت الهلال عند مرجع حسب مبانيه وعند مرجع لم تثبت. الآن البعض يطنطن: ليش الأم تصوم وليش الأب لازم يفطر؟ يقول لك هذا حكم شرعي، يجب علينا أن نتقبل هذا الحكم الشرعي.
دخل علي أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب. قالت لقد دنت بليتي، أفأنت منفذ يا علي وصيتي؟ يا علي ادفني ليلا غسلني ولكن من وراء الثوب، تراني طاهرة لو غسلتني، أريدك لا تجس ضلعي يومتني، أريدك لا تجس ضلعي يومتني.